السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل بيض الملكي بكل التفاصيل وبكل سهولة. زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة روعة وممتازة وبسيطة خالص. يا ريت تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك عشان يصل لحضراتكم كل جديد. ما شاء الله، حاجة روعة. طبعا زي ما شايفين كده حضراتكم، بنحط على البيض الملكي جبنة جلاس او جبنة سايلة. طبعا اي جبنه بتحبوها حضراتكم، ممكن جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، مفيش مشكله، جبنه رومي. ده البيض الملكي يا جماعه، حاجه روعه وطعم خطير زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا البيض الملكي مكوناته سهله وبسيطه، موجوده في كل بيت، وطبعا حاجه خفيفه وروعه. تابعونا لكل التفاصيل. معانا معلقتين زيت زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا معانا معلقه توم صغيره مفرومة، ومعانا واحد طماطم قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعانا رشة فلفل اسود وملح، ومعانا 3 بيضات، والجبنة الجلاس او اي جبنة يا جماعة، جبنة رومي، جبنة شيدر، مفيش مشكلة حسب ما بتحبوا. طبعا مقادير سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نقلب ال3 بيضات، نضربهم زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا ماشي واحدة واحدة عشان حضراتكم تعرفوا كل التفاصيل. بنبدأ نحط فلفل اسود وملح على البيض، وبنقلب بحركة دائرية زي ما حضراتكم شايفين كده. بنقلب كويس، فلفل اسود والملح على البيض. حاجة سهلة وبسيطة ممتازة. طبعا البيض الملكي بنبدأ نحط المعلقتين زيت زي ما اتفقت مع حضراتكم. طبعا الزيت عندي بيسخن، وبنحط معلقة صغيرة توم. طبعا يا جماعة لو مش حابين تحطوا توم عادي، مفيش مشكلة، بتحطوا الزيت وبعدين بتنزلوا بالطماطم. طبعا عايزين تحطوا بصل صغير، قطع صغير، مفيش مشكلة عادي حسب ما بتحبوا، بس ده الطريقة الصحيحة اللي شغالين بيها. بنبدأ نحط طماطم قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين، حاجة سهلة وبسيطة. وبنقلب الطماطم مع التوم لحد ما ياخد سوا كده بسيط. بنبدأ ننزل بالبيض بتاعنا. حاجة سهلة وبسيطة ممتازة. طبعا خد بعد دقيقة بالظبط، بدأ ياخد لون اهو وداخل على السوا. بنبدأ نحط الجبنة الجلاس بتاعتنا او الجبنة السايلة زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجة سهلة وبسيطة وطعم روعة. جربوها هيعجب حضراتكم جدا. ولو في اي استفسار حضراتكم ممكن تكتبولي في التعليقات. شوف يا جماعة البيض الملكي، يا جماله يا جماله يا جماله، حاجة روعة وممتازة وأكلة خفيفة. وطبعا يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده، ب3 بيضات قدرنا نعمل طبق مميز وصحي وجميل اللي هو البيض الملكي. حاجة روعة وممتازة، يا ريت تجربوها يعجب حضراتكم جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة تحفة. أنا جربت يا جماعة وعجبني جدا جدا، حاجة روعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.